في الشارع المصري، وهنجاوب عليها دلوقتي في ميدان مصطفى محمود. الاول واحده عليا مش هنزايد على بعض، يعني مفيش حد بيزايد على بعض، احنا كلنا جايين عشان خاطر سياده الرئيس، ده مبدئيا مش هنزايد على بعض. كل سنه وانتم طيبين بقرب حلول شهر رمضان. وشهر رمضان ربنا اختاره من وسط شهور السنه كلها، وبالصدف الشعب المصري طول عمره بيقول على شهر رمضان شهر مبارك، ودايما مبارك ان شاء الله علينا. اول تساؤل بيتساءل في الشارع المصري، وكل ينتبه ابناء مبارك اللي هم ضحوا بنفسهم الفتره اللي فاتت لنصره قضيه. السؤال اللي بيتقال، ميدان مصطفى محمود عمل ايه؟ احد الميادين في طلعه واحده الكاميرات اتصورت عليه. الاجابه، ميدان مصطفى محمود هو اول ميدان في الوطن العربي يطلع يقول لا لضد التحرير. ميدان مصطفى محمود خرج منه الشعب المصري وكون اول معارضه لفوضى التحرير. رقم واحد. رقم اثنين، ميدان مصطفى محمود هو اللي عمل الارضيه اللي تقف عليها جميع الميادين وتقول لا للفوضى، لا لعدم الشرعيه. ميدان مصطفى محمود اللي اطلقت عليه ابناء مصر ميدان مبارك، اول ميدان يعلن المعارضه ايام النظام، ايام ما كان في نظام كان في قوه معارضه لسياده الرئيس وكان بيفتح لها صدره. النهارده ولا جريده معارضه ولا قناه معارضه الا ميدان مصطفى محمود اول ما قال لا على الظلم. ادي ميدان مصطفى محمود اللي استفاد منه الاخرين واللي بيهاجموا فيه الشرعيه الحقيقيه. الميادين الثانيه بتقول علينا ان احنا فوضويين، احنا الناس الشرفاء، احنا الناس اللي ما بناخدش فلوس، احنا الناس اللي ما بنركبش موجه، احنا الناس اللي قلنا الوحيدين لا ونعم لسياده الرئيس ونعم للشرعيه ونعم للاحترام ونعم للكبير ولا للاهانه. ده ميدان مصطفى محمود. واذا كنا اول من ايد الجيش واعطيناه الثقه المطلقه، ده لان ثقتنا في سياده القائد السيد الرئيس محمد حسني مبارك اللي اعطاهم الشرعيه، فاحنا وقفنا مع الشرعيه لان سياده الرئيس قال دي الشرعيه الجديده. فاحنا واقفين للمجلس العسكري لثقتنا في سياده الرئيس محمد حسني مبارك. ده ميدان مصطفى محمود. عايزين تعرفوا زي ما ناس كلمتني ودول شباب، سياده الرئيس عمل ايه لمصر؟ انا مش هقول زي ما الكل ما قال الحاجات اللي كلنا بنرددها، لا لازم الشباب يقتنع ويقتنع بالمستندات، لان الشباب ده ما حضرش حاجات. عشان نتكلم سياده الرئيس محمد حسني مبارك لازم نرجع لعهد سياده الرئيس جمال عبد الناصر. الكل ما يعرفوش ان مصر قادت حركات التحرر ل 12 دوله عربيه وافريقيه اتحرروا بفلوس المصريين ودم المصريين، واحنا وقفنا مع سياده القائد جمال عبد الناصر. تخيلوا 12 دوله تصرف عليها دوله واحده. ايه الدليل غير ان احنا عارفين ده في التاريخ؟ ما كانش في حاجه اسمها عماله مصريه في الخمسينات والستينات. ظهرت العماله المصريه في الدول العربيه في نهايه الستينات لان الاقتصاد وقع بسبب ان احنا كبرنا الدول ديت وقفناها على رجليها. اثنين، اترفع شعار اسمه لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، والناس المثقفه والناس اللي قديمه تعرف الشعار ده عليكم ايه. هوضحه ببساطه ان احنا لو عاوزين نبني مستشفى 38,000 جنيه لا بلاش تبني المستشفى نشتري بيها دبابه. لو عايزين نعمل صرف صحي يكلف مليون جنيه لا نشتري بيها طيارتين. لو عايزين نعمل مدارس لا نشتري بيها سلاح. لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، والشعار ده كله عارفينه اترفع من سنه 66 وكانت سنه 60 حرب اليمن اللي كلها عارفها. بدأ الانهيار الاقتصادي. سياده الرئيس جمال عبد الناصر محدش يشعر الشعب بالحاجه، محدش يشعر الشعب بان الجيش بيحارب، فاضطر انه يدعم من الاقتصاد المصري عشان الشعب يعيش وما يحسش بهذا. وخدنا الاسلحه من روسيا مقابل قمح وطعام وبرضه بندعم، يبقى الاقتصاد باظ. وبدات بدايه المديونيه. جه
جه سياده الرئيس انور السادات، المعلومه للكل، والكلام دوت في كتاب اسمه السادات الحقيقه والاسطوره للكاتب موسى صبري، والكتاب اسمه البحث عن الذات لسياده الرئيس انور السادات. سيادتك حاربت بمعونه قرض حسن من الجزائر، هواري ابو مدين دفع 100 مليون دولار لروسيا عشان تعرف اقتصادك كان ايه وبلدك كان ايه اللي بيتكلموا، عشان تعرف سياده الرئيس حسني مبارك عمل ايه بعد كده. وسنه 77 كانت المقاطعه العربيه وتم طرد مصر من الجامعه العربيه بقياده صدام حسين، وقال اللي هيساعد مصر هقتله في اوضه نومه، ودي معروفه لناس كتير. يبقى كده ما زال شعار لا صوت يعني فوق صوت المعركه شغال. يبقى اقتصاد بلد مفيش، بنيه اساسيه مفيش، مدارس مفيش، مستشفيات مفيش، فلوس مفيش. ماشي، والدوله بتدعم. وكل فاكر مظاهرات يناير ايام السادات قامت لان سياده الرئيس كان عاوز يعمل اصلاح اقتصادي، بس الشعب ما قدرش يقف معاه. يخش بعد سياده الرئيس محمد حسني مبارك 15 سنه بلد بتستهلك بنيتها الاساسيه والتحتيه، 15 سنه ما تدقش مسمار في البلد، 15 سنه تخللها 6 سنين قطيعه عربيه. اول حاجه رجعت العرب لمصر واتنقلت جامعه الدول العربيه اللي من تونس للقاهره بسبب وجود سياده الرئيس محمد حسني مبارك. رقم واحد. اثنين، بدأنا نبني البلد بناء بلد، مجاري، مواصلات، الاتوبيسات الزحمه. الوقت قطر حلوان ده بالليل كان بيقفل كل يوم 3 4 لان كانت بوابات. المدنيه اللي انت عايش فيها اللي كان بيخش له تليفون كانت الناس بتزورك في الارياف، التليفون كان في بيت العمده، التليفون كان في بيت العمده ونائب المأمور بس. النهارده انت مش محتاج تليفون، بيتحايلوا عليك عشان تركبه. ده سياده الرئيس. الكباري، الترع، المنشآت، الحضاره، المجاري اللي انت دلوقتي بتدور عليها في كل حته ما تلاقيهاش، البنيه الاساسيه، المدن الجديده، المصانع، النهضه، كل دوت. وكانت مديونيه مصر كام؟ المفروض لما نيجي نتكلم مع سياده الرئيس يبقى في حساب. مصر استثمارها كان كام وبقت كام؟ الاحتياطي كان كام وبقى كام؟ البنيه الاساسيه كانت ايه وبقت ايه؟ هو ده الحساب، مش الاهانه، مش ده رد جميل. لذلك كان اول ميدان يقول نحل الظلم هم اولاد الميدان مصطفى محمود، الناس اللي تعبت فيه. واللي حصل النهارده وشفتوه ده لان الناس دي بتحب بعض مش بتكره بعض. الكل حس انه تعب، الكل حس انه شايل، الكل اول مره يحس بفرحه من 6 اشهر اتهنى واتضربنا ما امناش لان احنا معانا الحق. ويجي علينا شهر رمضان باول فرحه ثبات اسم الرئيس على جميع منشآته. انا اسف اطلت عليكم وارجو ان ما كنت ضيف مزعج عليكم، وشكرا.